ازاي تعيش خارج الحسابات المفروضة، ازاي تعيش بطريقة صحيحة، اوكي، بدون قيود، بدون خطوات واضحة. ماشي. شكرا طبعا لإجاباتكم جميعا. هنقول دلوقتي حالا ايه هو القصة بتاعت بيرما أو حسبة بيرما أو ازاي نعيش في حسبة بيرما. اللي حابب يشير معانا هو كتب ايه التحدي بتاعه على الشات أو يريز هاند يشير معانا. اوكي. ايه أكبر تحدي بتمر بيه في حياتك دلوقتي؟ اوكي. خدي وقتك خالص يا كوتش أسماء. صلي بسلامة إن شاء الله. أستاذ شمال بتقول محاولة التعافي ده أكبر تحدي بتمر بيه دلوقتي. أوكي. مين كمان؟ إيه التحديات اللي موجودة في حياتنا؟ أزمة مالية، مشكلة في الشغل، مشكلة في البيت، وضع مادي، وضع اقتصادي، وضع اجتماعي، أيا كان. محاولة التعافي والوضع المادي. أوكي، شكرا جزيلا لكل اللي جاوب. طيب، نيجي كده على النص التاني من اللي احنا التحدي اللي احنا كتبناه. مريم بتقول to survive. أوكي مريم، شكرا جزيلا لإجابتك. عند النص التاني كده هنبدأ بس كده نسترخي شوية كده ونقعد قعدة هادية ونكتب إيه هم أكبر 3 نعم عندك في حياتك دلوقتي. إيه هم أكبر 3 نعم عندك في حياتك دلوقتي. طبعا الأكتيفيتي أو التدريب ده أو البراكتس ده بنعمله نكتب أكتر 10 نعم موجودين في حياتك دلوقتي، بس خلينا نعملها دلوقتي عشان بس ما ناخدش وقت كتير من حضراتكم. هنكتب إيه هم أهم 3 نعم أو أكبر 3 نعم موجودين في حياتك دلوقتي وما ينفعش تستغنى عنهم خالص. أكبر 3 نعم موجودين في حياتك دلوقتي إيه هم؟ شاركوا معايا برضو على الشات. اكتبوا لي كده على الشات. الصحة والستر وأولادي، ربنا يديمهم عليك يا أستاذة أم أحمد يا رب. أوكي، إيه كمان؟ أكتر 3 نعم موجودين في حياتك دلوقتي. أكبر 3 نعم وأنت حاسس بيهم إن هم موجودين في حياتك دلوقتي. 3 نعم مهمين جدا. شغلي وأهلي والصحة، ربنا يديمهم يا مريم. أوكي، شكرا جزيلا. أستاذة نادرة، بابا وماما والصحة وشغلي، ربنا يحفظهم يا رب. أولادي وأبويا وأمي، شغلي وصحتي، الصحة والستر وولادي. ماشي يا مروة، شكرا جزيلا. أمي وبنتي والصحة. أستاذ رباب. أسماء، ربنا وضعني في طريق تعلم القرآن وعائلتي والستر والسماع الطيب. أوكي. تعالى كده بنظرتنا الآدمية وكأن طبعا الأمر كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى وكله قدر وكل يعني إحنا مصنوعين وصاحب الصنعة هو المتصرف في صنعته. تعالى كده نتخيل إن إحنا عندنا الأوبشن إن إحنا نختار ما بين ان انا عندي تحدي معين. التحدي ده ممكن يكون ان انا بحاول اتعافى، ان انا بحاول احسن وضعي المادي، ان انا بحاول احسن وضعي الصحي، ان انا بحاول ايا كان التحدي اللي انت كتبته. وقصاده ال3 نعم دول تعالى كده نحاول نستبدل حاجة من دول. يعني نقول انا خلاص هقدر او هنضمن لحضرتك او لحضرتك ان احنا نحسن وضعك المادي او هنساعدك في التعافي، بس هناخد نعمة واحدة من النعم دي وهناخد اول واحدة انت كتبتها. يعني اللي كتب الستر اول واحده، اللي كتب الصحه اول واحده، اللي كتب ماما وبابا اول واحده. نقدر نحل لك التحدي اللي عندك ده وناخد منك حاجه من النعم الموجوده في حياتك دي اول واحده انت كتبتها. ايه رايكم؟ مين موافق؟ استاذ اسماء بتقول لا 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 ابدا. اوكي. استاذ ام احمد بتقول لا. ايفون بيقول صعب جدا. مروه مصطفى اكيد لا. لا طبعا. ماشي. طيب هناخد رقم 2. التحدي بتاع حضرتك هنكفل ليك وهنديك ضمان وجارانتي ان احنا هنحله لك، سواء وضع مادي، وضع صحي، وضع تعافي، ايا كانت المشكله ايه او التحدي ايه. وهناخد النعمه رقم 2. حد يوافق؟ لا برضو طبعا الشات ما شاء الله يعني في كتابات كتير. اوكي. كلهم لا، كلهم نعم جميله قوي. تمام، حلو جدا، ربنا يديمها يا رب يحفظها. طب ممكن ناخد رقم 3؟ يعني ممكن 1 و2 دول مهمين قوي. طب نقدر ناخد رقم 3؟ ايه رأيكم؟ لا برضه. اوكي.
طيب، وكأننا عايزين نقول ايه؟ يعني بعد ما بصيت كده بداية كده قبل ما نبدأ وقبل ما نتكلم ونقول نظريات ونقول سيريز ونقول تطبيقات، قبل ما نبدأ كده وانا ببص على التحدي اللي قدامي قصاد النعم اللي موجودة عندي، ايه اللي انا قريته؟ ايه الاستبصار اللي انا خرجت بيه؟ اوكي، برضه لا محال التنازل عن اي شيء ولا الثلاثة. مش جميل جدا، شكرا لاجاباتكم جميعا. اننا في بحر من النعم. اوكي، جميل جدا. ايه كمان؟ اننا نمتلك الكثير من النعم والدنيا فيها الحلو والوحش. ماشي، وانا موافق برضه. امام البلاء نعم لا تعد ولا تحصى. طيب. مهم. شكرا جزيلا يا استاذه مروه واستاذ شيماء. فهمنا احنا عايزين نقول ايه في الحته دي. احنا مع الزحمه ومع الريتم السريع ومع الاكسبكتيشنز ومع السوشيال ميديا ومع الحاجات والاعلام والحاجات كتير اللي حصلت حوالينا والزحمه الكتير، ما بنبقاش اخدين بالنا ان في حاجات كتيره جدا احنا اعتدنا عليها او الفناها، فعندنا حاجه اسمها الاف للنعم. بقينا النعمه دي بقت عادي. بس لما بنبدا نبص عليها تاني او نعيد النظر تاني او نوسع المنظور شويه ونبص عليها، بنلاقي لا، ده قصاد التحدي الكبير اللي انا نفسي والشيطان والايجو والناس اللي حواليا والصحبه اللي مش عارف ايه مكبرين الموضوع ومخلينه قد كده اهو. في حين ان هو قصاد النعم اللي احنا اتعودنا عليها او الحاجات الكتيره الحلوه اللي في حياتنا، هو حجمه بسيط جدا ويكاد يكون لا يذكر قصاد الحاجات دي. وممكن احنا نستخدم الحاجات دي في حل ده، ولكن دايما عقلي او المحيط اللي حواليا او طريقه تربيتي او نمط شخصيتي بيخليني اكبر الحاجه وبخليها قد كده. في حين كمان ان احنا لو ابتدينا نقول طب ما تيجي نبدل التحدي اللي عند حضرتك مع حد تاني، يعني اللي عندها مشكله في ان انا بحاول اتعافى، طب حد تاني عنده وضع يقول لا، انا مش هاخد المشكله دي، انا مش قدها دلوقتي او انا مش جاهز لها دلوقتي. في حد تاني هيقول لا، يعني انا كفايه اللي عندي. حد تاني هيحس بقى ويشوف قد ايه لا يا رب الحمد لله على اللي انا فيه دلوقتي. الواحد لما بيشوف فبيحس وهكذا. فده كان تدريب بسيط كده حبينا نبدأ بيه. أتمنى يكون يعني مفيد أو نافع لحضراتكم. طبعا بنستخدمه في الجلسات مع العملاء اللي بيبقى جاي شايف إن الدنيا مقفلة في وشه، شايف إن الحياة وقفت، شايف إن الدنيا ضلمت، شايف إن الحياة بقت كئيبة، شايف إن مفيش أمل، شايف إن مفيش تفاؤل، شايف إن خلاص الموضوع خلص. طيب تعالى كده نشوف هو ده كله ليه؟ إيه اللي وصلنا لكده؟ إيه اللي حصل لده كله؟ أصل أنا جوزي توفى، أو أصل أنا جوزي. ما بنهونش من حجم الحدث، لا طبعا. بس وكأن إن إحنا بنزنق نفسنا في الحتة دي بس ونسيب باقي الحاجات كلها، في حين إن أنا ما أقدرش أستغنى عن أي حاجة من الحاجات التانية المهمة جدا 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 في مقابل. وحتى لو قعدنا ندي نسب نقول طيب لو أخدت من النعمة دي 10% منها أو 60% منها أو 30% منها قصاد إن أنا هحل المشكلة دي، برضه الناس هتقعد تجاوب لا مش هينفع، ده إحنا كده الحمد لله، ده إحنا شفنا إن إحنا في خير وشفنا إن إحنا في فضل وهكذا. فشكرا جزيلا لحضراتكم على تفاعلكم وعلى التدريب. اتمنى ان هو يكون مفيد ليكم. الكوتشز استخدموا ده مع الناس اللي انتوا بتشتغلوا معاهم، الناس العاديه في بيوتكم مع اولادكم. دايما لما بيكون في حاجه كده نظره سوداويه، نظره فيها تشاؤم، ما فيهاش تفاؤل، ما فيهاش امل، نبدا بس نفكر نفسنا هو ايه اللي موجود وعامل ازاي واسمه ايه وحجمه ايه ونسميه بالاسم الصحيح ونكتبه عشان عينينا تشوفه ومخنا كمان نشوفه فيعرف هو حجمه ايه. وفي المقابل اكتب الحاجات التانية، اكتب 10 نعم من اللي عندك. شوف تقدر تستهون او تسيب واحدة منهم في مقابل ان انا احل لك المشكلة دي او اوجد لك حل للتحدي ده، وانت رد على نفسك الاجابة هتكون عندك. اوكي، شكرا جزيلا. طريقة رائعة عشان كوتش تمرين فعال فعلا، تدريب رائع. شكرا لحضراتكم. يلا بينا نشير سكرين ونبدأ. آه شايفين الشاشة بتاعتي الاول ولا لا؟ اعمل لي كده اي اشاره عرفوني ان انتوا شايفين الشاشه.
هل شاشتي واضحة شايفينها؟ يعني شكرا يا أستاذة مروة. أوكي. أيوة كده، خليكم إيه مصحصحين شاطرين. ماشي. إيه قصة بقى إيه تعيش حياتك بحيث في بيرما؟ طبعا الكوتشز الموجودين هيفهموا الموضوع. الحقيقة علم النفس، علم النفس عموما لما بدأ كان موجود وليه ثلاث أهداف رئيسية. فكرة علاج الأمراض والاضطرابات، والفكرة التانية إن أنا بحاول أحسن الإنسان وأوصل بيه لدرجة من السعادة والرضا عن الحياة. والحاجة الثالثة فكرة بقى التطوير والتنمية وتنمية المهارات واكتشاف نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف أو تحسين نقاط التحسين وهكذا. فدول اللي كانوا الثلاث حاجات الأساسية اللي علم النفس اتوجد عشانهم. لما كان في حروب بقى، الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الكتيرة اللي كانت بتحصل والناس كانت بتطلع من الحروب، فبدأ الفوكس والتركيز بتاع علم النفس ينصب على علاج الناس من الأمراض والاضطرابات اللي هم حصلت لهم بعد الحرب. فجي في فترة من الفترات كده عالم اسمه مارتن سيليجمان. ومارتن سيليجمان ده يعتبر الجاد فاذر أو الأب الروحي بتاع علم النفس الإيجابي، أو من مؤسسي علم النفس الإيجابي في سنة 1998. بدأ يشوف إن علم النفس التقليدي أهمل حتة الأصحاء، الناس العادية اللي زيي وزي حضراتكم. الحمد لله ما عندناش أمراض عقلية ولا اضطرابات. ف بس عندنا شوية تحديات بنقابلها في الحياة، ولكن ما معناش أدوات أو معناش تولز نقدر نستخدمها عشان نتجاوز أو نعدي التحديات دي. فبدأ من الفترة دي بدأت الناس تصرف على الأبحاث والدراسات. فمن ضمن النظريات الشهيرة جدا اللي عملها مارتن سوليجمان نظرية اسمها البيرما. والبيرما دي هو بيقول إن الخمس حروف دول هم اختصار لخمس حاجات، لما نكون بنعملهم بنوصل لحاجة اسمها الويل بينج أو العافية النفسية. إن أنا يكون عندي عافية نفسية. وطبعا مع التكنولوجي والسرعة الرهيبة اللي احنا شايفينها بيبقى فيها تحديات وفي زحمة وفي دوشة وفي سلبية كتيرة حاصلة في الحياة. فمحتاجين يكون عندنا أداة من الأدوات نستخدمها عشان نكون بنقدر نوصل للعافية النفسية أو للرفاهية النفسية أو الويل بينج زي ما بيقولوا. فمارتن سيليجمان حط النموذج ده سماه بيرما، وقال لي ان حرف البي ده اختصار للبوزيتيف ايموشنز، فكره المشاعر الايجابيه. طول الوقت الناس بتكلمني على المشاعر السلبيه، وان المشاعر السلبيه مش عارف تحصل ايه، المشاعر السلبيه هي اللي مخليانا حاسين بكذا. بس محدش دايما بيجيب لنا سيره البوزيتيف ايموشنز او المشاعر الايجابيه. هنقولهم بس ايه هم اختصار لايه، وبعد كده هناخد كل نقطه لوحدها بالتفنيد. بعد كده قال لي على حاجه اسمها الانجيجمنت. والانجيجمنت هنا فكره ان انا اكون مندمج او مندمج او مركز في حاجه، فداخل فيها قوي، فالوقت بيعدي وانا بعملها من كتر ما انا مندمج فيها وانا حاسس بيها قوي وبحبها وشغوف بيها، فببقى انجيج مندمج. اوكي. فدي النقطه الثانيه اللي هي اختصار حرف الاي. حرف الار قال لي الريليشنز او الريليشن شيبس، فكره العلاقات. وطبعا يقصد بيها فكره وجود البوزيتيف ريليشن شيبس، اللي هي وجود علاقات ايجابيه في حياتي، وقد ايه ده بيؤثر على صحتي النفسيه وبيأثر على عافيتي النفسيه وبيخليني اقدر اوصل للويل بينج او العافيه النفسيه اللي هو بيتكلم فيها. الجزء الرابع حرف الام اللي هو المينينج، اللي هو المعنى. ان ناس كتيره بتتكلم دايما على فكره المعنى، وطول ما في معنى فاحنا مكملين، وفي ظل وجود المعنى ده احنا هنتحمل ونستحمل وهنقع بس هنقوم تاني، لان انا ورايا رساله، عندي معنى، عايز اخلي ولادي ناس صالحين، عايز اسيب اثر في المجتمع، عايز اتعلم فاترك علم ينتفع به، عايز ولادي يبقوا ناس اسوياء، عايز ابقى ام مش عارف ايه. فدايما في معنى. ففكره وجود المعنى ده بيخليني طول ما انا بقابل تحديات عندي كول، عندي نداهه او حاجه بتندهني، قوم او قومي، ما ينفعش تقعدي، انت وراكي رساله، وراكي، انت لو وقعتي فاللي وراكي كلهم هيقعوا.
فدايما وجود المعنى بيخليني ان انا اقدر اكمل او اتعافى بسرعه، او ان انا يكون عندي ريزيلينس، عندي لياقه نفسيه او عندي مرونه نفسيه عاليه. الحرف الاخير الاي، الاتشيفمنتس او الاكومبلشمنتس، وهي فكره الانجازات. ان انا طول ما انا عايش وبحط اهداف، والاهداف دي انا بحقق انجازات فيها، باخد تروفيز فيها، باخد جوائز. حتى لو انجازات بسيطه، انا ربيت بنتي وجوزتها لحد كويس، انا طلعت ابني في عز الزحمه وفي عز الحاجات الكتيره اللي مش كويسه، طلعته ابن صالح. انا سافرت بره مصر وقعدت انا وولادي لوحدهم وكانوا بيتعلموا، او جوزي سابني وانا في سن بسيطه وسافر اهو بره، وانا كنت انا اللي ربيت الولاد. فكل الحاجات دي انجازات واهداف، وجودها وتحقيقها والسعي وراها، كل ده بيخليني ان انا اقدر اوصل للويل بينج او العافيه النفسيه من وجهه نظر مارتن سليم. فكره المشاعر الايجابيه هنبدا بيها. دي اول حاجه اللي هي البوزيتيف ايموشنز او المشاعر الايجابيه. هم 10 مشاعر ايجابيه. في نظريه شهيره جدا اسمها البرودن اند بيلد ثيري، دي العالمه واحده برضو متخصصه في علم النفس الايجابي اسمها باربرا فريدريكسون. فقالت ان وجود المشاعر الايجابيه في حياتنا، وقالت سمتهم ان هم 10 مشاعر. العشر مشاعر هم الفرح والامتنان والفخر والسكينه والاهتمام، التسليه والامل، الالهام، وشعور تاني اسمه الرهبه او العظمه، وشعور الحب. بتقول العشر مشاعر الإيجابيين دول تفعيلهم في حياتنا وتشغيلهم في حياتنا بيخلينا نكون بيفعل أربع حاجات. طب إيه هم الأربع حاجات اللي هم وكأنها بتقول بتدينا ريسورسز، بتدينا أربع ثروات أو أربع موارد. بتدينا ثروة منتل عقلية، بمعنى إن أنا طول ما المشاعر الإيجابية كتيرة في حياتي وشغالة، يبقى في ثروة عقلية عندي، إن أنا شخص بركز قوي في الحاجة اللي أنا بعملها، منتبه، دايما حاضر، دايما مركز، ما بنساش كتير، مركز في الحاجة اللي أنا بعملها. عندي sense of creativity في الحاجة اللي أنا بعملها، عندي إبداع في الحاجة اللي أنا بعملها. لما بعمل حاجة ما بعملهاش بطريقة عادية، بعملها بإبداع، بيبقى خارج فيها إبداع. فوجود كل ما بتزيد المشاعر الإيجابية في حياتي، ده طبقا للدراسات والاستاديز اللي حصلت، وطبقا لنظرية البرودن اند بيلد ثيوري، نظرية البناء والتوسعة، أو نظرية البناء والهدم، نظرية البناء، بناء المشاعر الإيجابية. لأن بعض المدارس أو بعض الناس اللي بيشتغلوا في علم النفس الإيجابي، أو بعض السكولز التانية اللي بتتكلم عن المشاعر، بيسمي إن المشاعر الإيجابية هي مشاعر بناء، والمشاعر السلبية هي مشاعر هدم. فاحنا هنا بنتكلم على المشاعر الإيجابية كمشاعر للبناء، طبقا للنظرية بتاعت البرودن اند بيلد ثيوري. طبعا خلينا نشرب مية على طول طول ما احنا موجودين. فدول العشر مشاعر الإيجابية خلوا عندي ثروة عقلية. الثروة التانية اللي هي بتديها لي، بتديني ثروة فيزيكال جسمانية، بتخلي إن أنا صحتي النفسية أقوى. والأعمار بإيد ربنا سبحانه وتعالى طبقا للدراسات، لما قاسوا الناس اللي عندهم مشاعر إيجابية ومشغلينها ومفعلينها وبيمارسوها بطريقة يومية، لقوا إن هم بيقدروا يعيش حياة أطول وبيعيشوا أسعد، وبيكون نسبة رضاهم عن الحياة أعلى. فده بالنسبة للجزء الخاص بالفيزيكال ريسورسز أو الثروات الجسمانية. الحاجة الثالثة اللي بتفيدنا فيها تفعيل المشاعر الإيجابية، بتخلي عندي psychological resources، اللي هي ثروات أو موارد نفسية. بمعنى ان انا فكره المناعه النفسيه اللي هي البي اي اس، السايكولوجيكال اميونيتي سيستم، جهاز المناعه النفسي بتاعي بيبقى اقوى. وطالما طبعا في معادله كده، او في علاقه طرديه ما بين طول ما انا جسمي صحيح، فمعنى كده ان انا مناعتي النفسيه صحيحه او عاليه. وطول ما انا مناعتي النفسيه عاليه، فبرضه ده بينعكس على مناعتي الجسديه وعلى جسمي وعلى صحتي وهكذا. فهما الاثنين دايما بيعلوا بعض، سواء دي عاليه فبتخلي المناعه الجسديه عاليه،
سواء المناعه النفسيه هي اللي عاليه برضو بتخلي المناعه الجسديه عاليه. الثروه الرابعه اللي هي الثروه الاجتماعيه، ان انا طول ما انا مفعل مشاعر ايجابيه بتبقى علاقتي بالناس اللي حواليا، الكوميونيكيشن بتاعتي بيني وبينهم احسن، قدرتي على التواصل احسن، قدرتي على ممارسه التفاؤل، وان احنا بنبقى سبورت لبعض وبندعم بعض اكتر واعلى. فبالتالي هيبقى ده في الاخر خالص بيسمع في الجزء بتاع الويل بينج او الجزء بتاع العافيه النفسيه. طيب، طبعا احنا هنقول ازاي بنفعل المشاعر الايجابيه، بس احنا محتاجين نعرفهم الاول ونكتبهم عندنا يا ريت. دول 10 مشاعر ايجابيه يمكن شفناهم قبل كده، سمعنا عنهم، اخدنا بالنا منهم، ما خدناش بالنا منهم، بس هم موجودين. فدلوقتي هنبدا نقول هنستخدمهم ازاي. تعالوا كده نشرح حاجه عشان بس تبقى الرؤيه واضحه. هشير بس وايت بورد مع حضراتكم، لما تشوفوها قولوا لي. فكره المشاعر اصلا بتيجي منين؟ دي حته مهمه قوي. لو شايفين السكرين بتاعتي او الوايت بورد فتحت، بس حد يشاور كده او يقول لي ان هي موجوده عشان نتاكد ان انتوا شايفين. احد العلوم اللي موجوده السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، اللي هو العلاج السلوكي المعرفي او العلاج المعرفي السلوكي حسب المسمى بتاعه. في كده زي سايكل. السايكل دي بتبدا بفكره وشعور وسلوك. فنيجي هنا كده هنكتب فكره، فكره، اوكي، وهنا هنكتب شعور، وهنا هنكتب سلوك. السلوك اللي هو البيهيفير. نركز قوي في الحته دي. الناس بس اللي بتلعب على السكرين انا شايفكم، نادرة وهالة وندى نظير، وبطلوا لعب. ماشي، عشان انا شايفكم وهكتب اساميكم هنا، خدي اساميهم يا مريم. عايزين نشوف السايكل دي بتبدا. المثلث ده، المثلث بتاع مرسيدس ده، او مثلث السي بي تي ده، بيقول لي ان القصه كلها بتبدا بيجي لي فكره في دماغي. وطبعا طبقا للستاديز او للريسيرشز، طبقا للابحاث والدراسات، بيقولوا ان احنا بنتعرض لاكثر من 40 ل 60 الف فكره في اليوم. من 40 ل 60 الف فكره في اليوم. الخبر اللي مش كويس ان 70% من الافكار دي هي سلبيه. وده حسب الدايناميك او الدايمنشن بتاع العقل، ان هو طول الوقت بيفرز او بيخرج افكار سلبيه، بحيث ان هو بيديني اليرت او تنبيه. انا قابلت كلب في الشارع، او قابلت اسد في مش عارف ايه، او شفت مشهد فيه خطوره. فبطبيعه الحال عقلي بيبدا يوجد لي فكره انه هياكلك، ان هو هيهجم عليك، ان هو هيأذيك، ان هو هيعمل كذا. فبناء على ده بتيجي الفكره السلبيه، فبيحصل شعور اوتوماتيكلي بعد كده عندي عشان اقدر اخد سلوك اللي انا اجري او اهرب. اوكي. فبتبدأ القصة بفكرة، فكرة إن أنا قاعد دلوقتي أنا بفكر إني لو دخلت المحاضرة مش، أنا مش جاهز أو مش هعمل محاضرة كويسة. فهتتحول أوتوماتيك معايا لشعور. الفكرة أوتوماتيك متحولة لشعور إن أنا متضايق أو حزين أو غضبان. طب إيه السلوك اللي هيجي بعد كده؟ طبعا أكيد هيبقى سلوك مش ألطف حاجة. هدخل مع حضراتكم وهبقى بتكلم مثلا وأنا متوتر، او انا قلق، او انا غضبان، اللي انا مش جاهز. فلو قلت حاجه فمش هتبقى الطف حاجه، فهيبان عليا ان انا مش جاهز. فالفكره تحولت لشعور، تحول لسلوك. حضرتك وانت قاعده في البيت، او حضرتك وانت قاعد في البيت، عامل حسابك جايب الميه بتاعتك، جايب العصير بتاعك، جايب الورق بتاعك، ومفضي مكان ركن كده اهو في البيت عندك عشان تقعد تركز في المحاضره وتستفيد اكبر استفاده. نبطل بس لعب بعد اذنكم.
الناس عاجبها الشاشه فبتلعب في الشاشه. فانا مجهز نفسي ومظبط مكاني وقاعد بقى ايه هدخل المحاضره، عشان في نموذج اسمه بيرما او ازاي اعيش بحسب بيرما، فعايز افهم الراجل ده هيقول ايه، فعايز اكون مركز معاه. فجت في بالي بقى الفكره بتاعت اوف لو النور قطع عليا وانا في المحاضره، اوتوماتيكلي هتتحول. طب لو النور قطع وانا قاعده دلوقتي، او انا قاعد دلوقتي وسايب عيالي كلهم بره بيلعبوا، او مقعدهم مع جدتهم، او مقعدهم مع أنة بتاعتهم، او مش عارف قاعدين مع مين، طب ما انا كده هبدا اخاف عليهم، او هبدا احزن، او هبدا اتضايق، ده المحاضره هتفوتني. السلوك بقى ابني جاي بيطلب مني حاجه قبل ما اقفل على نفسي الباب، او اقفل على نفسي الاوضه بتاعتي عشان اركز في المحاضره، يا مامي او يا ماما او يا بابا بتاع رحت مديله في وشه على طول. اوكي. فالشاهد ان انا محتاج اتعامل مع المثلث ده، تحكمي في الفكره من الاول. انا لما اقول ان انا مش جاهز للمحاضره على السيناريو بتاعي، انا ما جهزتش او ما ذاكرتش للمحاضره، فهدخل فهعك الدنيا وهقول اي كلام، فده محسسني بالغضب او بالحزن، فبالتالي سلوكي هيبقى مش الطف حاجه مع الناس او في السيشن. فمن البدايه كده انا لو مسكت الفكره وابتديت اواجهها، طب هو ده اول مره تدخل وانت مش مجهز، ولا دي اول مره اصلا انت تتكلم في الموضوع ده؟ طب ما انت اتكلمت في القصه دي مثلا 30 40 50 60 70 100 مره قبل كده، وده اصلا شغلك. وبطبيعه الحال ان انت آه، هتدخل وهتتكلم، ومجرد ما تفتح فتدخل في الفلو وهكذا. فمش اول مره الموضوع ده تعمله. فخلاص كده انا قفلت، رديت على الفكره. فردي على الفكره وان انا جاهز، وان انا عندي الماتيريال المعينه، وهستخدم البرزنتيشن المعينه، وهسال الاسئله المعينه، وهعمل البراكتسز او الاكسرسايز المعينه. بدا الفكره تتحول من سلبيه بقت ايجابيه. فالشعور هشعر بالثقه، او هشعر ان انا مطمن، او هشعر ان انا جاهز. فالسلوك هدخل وانا مرتاح بكلم الناس وانا برتاح. هقدر لو في اسئله ارد عليهم، هقدر يكون الوقت والسيشن تكون معديه بكل سلاسه. نفس الكلام للسيناريو او المثال بتاع الام او حد من حضراتكم قاعد مجهز حاجته، فحصل اللي حصل. طب النور هيقطع، طب ما كده كده النور هيقطع. طب انا ممكن اعمل حسابي في ايه لو النور قطع؟ ممكن احط شمع بره ليهم، او لو في كشاف او حاجه ابقى منورها لهم، او اقول لهم لو حصل كذا فخلي بالكم، وكده كده شويه هو بيقعد نص ساعه او ساعه وهيرجع، وهبقى مثلا المكان منور وعامله حسابي احط لهم ميه واكل وحاجات. انا بالنسبه لي اوكي لو النور قطع وانا داخله من الواي فاي، فهبقى البديل ان انا ادخل من الداتا عشان المحاضره مش عارف ايه. وحتى لو المحاضره هتفوتني، ما هي كده كده ممكن تكون مسجله وهتتبعت لي. فمواجهتي للفكره حولتها لايجابيه، فالشعور هيبقى ايجابي، فبالتالي السلوك هيبقى ايجابي. فلما يجي ابني يخبط عليا ويقول لي تعالى يا حبيبي، بص لو النور قطع يا بابا فانت اعمل واحد اتنين تلاته، انا منوره لك النور بره، او احط لك كشاف بره، او احط لك شمعه، وفي لب وسوداني محطوط بره، ما تقوموش، وانا ساعه بس اخلص السيشن بتاعتي وهرجع لكم تاني. فمعالجتي للفكره من الاول وفهمي ليها، القصه دي كلها بتحصل قصه منتلي، قصه وانا كونشس وانا واعي بيها، فهي فكريه بحت. فالتعامل معاها ما بياخدش ثواني. قيس بقى على حياتك او حياتك طول ما احنا ماشيين ده. اول ما بتيجي احنا ال القصه دي بنسميها او بليها، بنقول عليها مثلا، تعالوا كده نحط حاجه تانية، بنسميها سي 3 سي. اوكي. اول سي بنقول كاتش، تاني سي بنقول تشالنج، ثالثه بنقول تشينج. انا قفشت الفكره، تحديتها وعملت لها ريفريمنج، وجبت المقابل ليها او العكس بتاعها، او حلتها بحاجه تانية، في الاخر عملت تشينج غيرتها، فبقى شكلها بدل ما كانت سلبيه بقت ايجابيه. فاوتوماتيكلي الشعور او السلوك هيبقى زي، طول ما الفكره سلبيه فالشعور سلبي فيديني سلوك سلبي، الفكره ايجابيه فالشعور هيبقى ايجابي فيديني سلوك ايجابي، وهكذا.
اكتبوا لي كده ايه رأيكم في الموديل ده او بالطريقة دي، ده هتساعدنا في حاجة بالنسبة للأفكار السلبية والحاجات السلبية اللي طول الوقت بتقابلنا؟ اكتبوا لي على الشات كده، هل دي حاجة هتساعد في الموضوع ده؟ مين فاتح المايك؟ شغلت اللي اهو مثل السماء وكيف عاوز مثال زي الكلب اللي قلت عليه ازاي ولا ازاي دي قابلة للحدوث. مش واضح لي السؤال يا مروة، لو حابة تفتحي المايك وتسأليه اتفضلي. وكان شيماء أكاديمي أكيد طبعا نتمرن. اوكي ماشي، طب خليكي فاكرة السؤال وأنا هفتحه لك في الآخر خالص وأجاوبك عليه. سيب السؤال على جنب ونكمل وإن شاء الله خليكي تفتحي في الآخر. ماشي، الجزء ده واضح؟ الجزء ده واضح يا شباب؟ طيب حلو جدا، شكرا يا مس بارديس. اوكي، في مايك مفتوح بس نقفله. شكرا يا كوتش ولاء. طيب يلا بينا ناخد ايه فكرة. انا بس حبيت اوصل الموضوع بيجي منين عشان نبقى عارفين كده ايه، مفيش حاجة واقعة مننا. طيب هنبص بصة سريعة كده على البوزيتيف ايموشنز. ده شعور الفرح. طبعا لما هقول الشعور، فحضرتك محتاج يعني لو عندك ورقة. انا بعملها كده في الجلسات، طبعا عملتها باكتر من طريقة. من فضل ربنا سبحانه وتعالى بيبقى دايما عندي ان انا بجرب حاجة او اتنين او تلاتة او اربعة. بعد كده من عن طريق سؤال الناس، فبيبقى عندي حاجه اسمها بيست براكتس او آه، افضل ممارسه جابت نتيجه مع الكلاينتس او مع العملاء اللي احنا بنشتغل معاهم. فلما بنيجي نفعل المشاعر الايجابيه، احنا محتاجين ان احنا نعمل شيت اكسل او نعمل جدول فيه 10 خانات نكتب فيهم العشر مشاعر الايجابيه. اول شعور فيهم الفرح، محتاج يكون عندي بعض الافعال او الاكشنز اللي بتفعل شعور الجوي، شعور الفرح. هو انا لما اعمل ايه هيخليني افرح؟ مثلا لو لعبت كوره مع صحابي، لو دخلت سمعت مش عارف ايه وانا بعمل شغل البيت، لو قعدت اخر اليوم بعمل حاجات يدويه، لو اتفرجت على كورس معين، لو قعدت لعبت مع ولادي، لو زرت بابا وماما، لو اتكلمت مش عارف مع مين من صحباتي القدام. في عند حضرتك افعال انت بتعملها، بس انت ما عندكش تسميه ليها او ما عندكش تسميه بتشغل شعور ايه. فابدا حط 10 خانات او اعمل شيت اكسل من 10 خانات واكتب جوي الفرح، واكتب تحته بس ثلاث حاجات انت بتعملهم بتفعل الشعور ده. نفس الكلام شعور الجراتيتيود، الامتنان. وده طبعا في براكتس مهم جدا هنعمله مع بعض دلوقتي واحنا شغالين. فكرة الامتنان والشكر، قانون الشكر والزيادة. نشكر ربنا سبحانه وتعالى أو نشكر الناس أو نمتن للناس على حاجات بيعملوها لنا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فكرة شكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم وتدبرها والتفكر فيها، محتاج تعمل برضو في الخانة دي. ده شعور اسمه السرينيتي أو السكون. أوكي، السكينة. ففي حاجات بنعملها بتفعل شعور السكينة. إن أنا أقعد على بحر في مكان هادي، إن أنا أقعد أعمل تمرينات تنفس، أقعد أعمل تأمل، إن أنا أقيم الليل، إن أنا أقعد أقرأ الورد بتاعي، إن أنا أقعد أقرأ القرآن. حاجات كتير بعملها بتحسسني أو بتشعرني بالسرينتي أو السكينة. شعور الانترست، أنا أكون مهتم بحاجة، عندي اهتمام بالقراية، عندي اهتمام بمجال معين. فكرة الهوبز أو الهوايات بتاعتي أو الحاجات اللي باجي شغف فيها. الشعور الخامس شعور الهوب، ان انا دايما في حاجات وانا بعملها او في اشخاص موجودين بيحسسوني بالامل. انا حاسه بالامل طول ما بشوف ولادي بيكبروا، انا شايفه الامل طول ما انا عندي حسن ظن في ربنا، طول ما بيحصل كذا وبعمل كذا والحاجات دي كلها، فده بيحسسني بالامل. فالشعور ده طول ما انا بعمل حاجات بتفعله، بيفعل المشاعر الايجابيه عندي، فبالتالي بيسمع في الويل بينج بتاعي او في العافيه النفسيه بتاعتي. الشعور السادس البرايد، الفخر. وده طبعا هيبقى ليه علاقه انا
كل ما أولادي بيكبروا أو بيدخلوا الكليات المعينة أو بيشتغلوا الوظيفة المعينة، أو بشوفهم بيكبروا قدامي، أو بحفظهم القرآن، أو أنا بحفظ القرآن، أو أنا بحقق الإنجاز الفلاني، فأنا بشعر بالفخر. فإيه الحاجات أو الممارسات اللي حضرتك بتعملها في حياتك لو عملتها بتخليك تشعر الشعور ده؟ بعد كده الاميوزمنت، التسليه، الباب بقى الجانبي اللي احنا بنقعد فيه كتير بس احنا مش واخدين بالنا ان هو من كتر ما احنا بنكزاجريت او بنبالغ فيه فبيبقى تاثيره سلبا علينا. فمحتاج يكون عندي وقت في اليوم كده ان انا بقعد العب لعبه معينه، اتفرج على حاجه معينه، اقعد اشوف حاجه معينه على التليفون او على التاب بتاعي، او انزل العب مع صحابي. المهم حاجه بتسليني. بس واحنا بنعمل ده ما نكونش هي اليوم كله اصلا ضايع في المنطقه دي، لاني وانا بفعل الحاجه الايجابيه بالفوليوم الاكستريم بتاعها او المبالغ بتاعها طبعا بتنقلب لشيء سلبي. الشعور الثامن شعور الانسبيريشن، ان انا وانا بشوف فلان او بسمع ده او بتفرج على مش عارف ايه او بدرس الحاجه دي او بقرا في المجال ده او برسم الرسم ده او بعمل الديزاينز دي، فانا بشعر بالانسبيريشن، بشعر بالالهام. فده من ضمن المشاعر الايجابيه اللي بتساعدني على ان انا ابقى عايش المشاعر الايجابيه. شعور الاو، هم دايما الاجانب او الناس اللي في الغرب بيقولوا او بالطريقه دي، فهو شعور فيه دهشه. يعني لما قعدت ادور على معناه كده، هو شعور دهشه وعظمه ورهبه مع بعض، حاجه كده ثلاثه مع بعض. فدايما الاجانب لما بيجي عندنا مثلا الاهرامات بيقفوا قدام الاهرامات ويشوفوا البناء بتاعها وحجمها وازاي بيقعدوا بقى ازاي اتبنت وازاي عملت وازاي كذا. فبتخرج منهم وازاي دي حصلت وعملوها ازاي، والحجم الحجاره دي وازاي كان في الفراعنه ما كانوش متقدمين قوي في البناء ولا الكلام ده، وبنوا الشكل ده وفضل لحد دلوقتي. فدايما بيخرج منهم ده. فلما قعدت ابحث كده وادور في دماغي انا امتى حسيت الشعور ده، فلقيت ان انا اول مره في حياتي، يعني الناس اللي راحت الكعبه، لما بتشوف الكعبه لاول مره في حياتك الشعور ده بيجي لك ان انت في رهبه كده معينه، شعور ان انت عايز تعيط بس انت فرحان، وشعور بعظمه. وحتى يعني ان كان صحيح الاثر ده ان بعض الناس بتدعو لما بتشوف الكعبه لاول مره بتقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، اذا صح يعني الدعاء ده او صح الاثر ده. فهو فعلا احنا طول الوقت بنشوفه على التلفزيون او بنشوفه في صور او حاجه، بس وجودي قدامه لاول مره ده فعلا انا اول مره اشوف او احس الشعور ده كان في الحته دي. تاني مره كان في ولاده طفل، يعني بشوف الطفل خرج، كان اتولد فدخل الحضانه، ففكره ان في روح انسان بيخرج منه روح تاني، والروح دي بتخش في مكان كده ازاز متقفل. فهو برضو هو احساس حلو، بس في رهبة وفي عظمة وفي كده وقار وفي حاجات كتيرة. فعندنا او عند حضراتكم حاجات حصلت بتشعرك بالشعور ده، مهم جدا ان انت تكتبها وتفتكرها وتمارسها. والشعور الاخير هو شعور اللاف، شعور الحب. الحب بقى بيني وبين زوجي، بيني وبين اهلي، بيني وبين اسرتي، بيني وبين الناس، الحب في الله وهكذا. فدول العشر مشاعر الإيجابية اللي بتفعلهم بيخلونا نكون بنشعر بمشاعر إيجابية طول اليوم في مواجهة الأفكار والمشاعر السلبية. فده بيزيد من عافيتي النفسية في الجزء الأول من حرف البي أو البيرما. النموذج اللي أنا بستخدمه ده نموذج أو موديل خاص بي أنا، بتاعي أنا. ده الحاجات دي أنا بعملها. فحضرتك محتاج بس تعمل دايرة كده زي خريطة ذهنية انت بتستخدمها لنفسك. اعمل الدوائر دي وشوف ايه اكتر اربع مشاعر من دول انت اصلا بتستخدمهم اون ديلي بيسز بطريقة يومية، سواء انت واعي بيهم او مش واعي بيهم. فانا بالنسبة لي الاربع حاجات اللي موجودين او اكتر اربعة شغالين عندي: شعور الاو، دايما فكرة موضوع الاطفال، بحب الاطفال جدا وبحب العب مع الاطفال. الكعبة، لما بيحصل حالة وفاة
بغض النظر عن الحزن او الفراق اللي بيحصل او الكلام ده كله، بس هي في شعور رهبه وعظمه كده ان في امانه وربنا سبحانه وتعالى اخذها. والامانه دي، طب هو الى جنه ولا الى نار، ولا هو فكره دخول القبر والحاجات دي كلها بتولد الشعور ده عندي يعني. فكره برضو ان يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد دخل يعني شاف اموات وهم بيتغسلوا وساعد في تغسيل الاموات وحاجات زي كده. فبرضه فكره ان يكون في حد فبتشوفه كان لسه معاك، فدلوقتي بيتغسل وبعد كده بيروح لكذا. عارف ان الكلام ده ممكن يكون صعب على بعض الناس، بس ده موجود وحقيقه موجوده، مش هنغفلها يعني. الشعور التاني السيرينيتي، ده شعور مهم جدا بالنسبه لي. السكينه. فالسكينة بجدها دايما في فكرة التدبر. تدبر في الأشياء اللي حواليا، تدبر في الآيات، تدبر في خلق ربنا سبحانه وتعالى، في في صنع ربنا في الحاجات اللي حوالينا كلها. لو بصينا حوالينا هنلاقي في حاجات كتير جدا نتدبر فيها. فكرة قراءة القرآن بتفسيره أو بتدبر معانيه والحاجات دي كلها، فده بيزود الشعور بالسكينة أو الطمأنينة، اللي هو ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الجراتيتيود، الواحد طول اليوم ممتن لربنا سبحانه وتعالى على النعم الكتيرة عليه. على الأولاد اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقنا وربنا. فكرة الأطفال برضو يمكن الناس بتغفل عنها، إن هي أصلا هبة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني في سورة الشورى ربنا بيقول لنا يهب لمن يشاء إناثا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيهبك، يعني هي هدية منه أو عطية منه. ويهب لمن يشاء الذكور. وبعد كده في الاخر خالص بيقول لي واجعل من يشاء عقيما. ففكره ان هو خلاك عقيم او اداك اناث او اداك ذكور، دي هديه منه. فانت ساعات كتير بتقول كان نفسي في ولد بدل البنت، كان نفسي في بنت بدل الولد. او لو حرمت من النعمه دي وهي في ظاهرها حرمان يعني، ولكن لو تدبرت او فهمت السبب فهو هتلاقي ان في الحرمان ده هو يعني كان عطاء اكتر ما هو حرمان. يعني الله اعلم كان لو جه كان ايه اللي هيحصل، او كان ربنا سبحانه وتعالى شايف آه، كان هيغلبك ازاي، او كان هيعمل ايه، فكان هيخليك في شقاء كامل فهو منعك من الحتة دي، او اختبرك عشان تصبر عشان في الاخر خالص يكافئك ويخليك تبقى من اهل الجنة ان شاء الله. فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى وهب لي ذرية، ده فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى وامتنان وشكر يحتاج. الحمد لله على الصحة، الحمد لله على وجود الوالدين أحياء حتى الآن وبصحه كويسه، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. فالثلاث حاجات دول طول الوقت طول الوقت دول اكتر حاجات، يعني يعني الحاجات مهما كتبنا هي لا تعد ولا تحصى، ولكن الثلاثه دول ظاهرين قوي وموجودين قوي في طول الوقت. الواحد المفروض يشكر ربنا سبحانه وتعالى. من اكتر الحاجات اللي بتولد شعور الجوي او الفرح فكره الكوتشنج بالنسبه لي، سواء تدريس او جلسات بالتدريب بقى بالكورس بالكلام ده كله. المظله نفسها كلها دي بتشعرني بالفرح. ومن أكتر الحاجات اللي بحبها جدا، ودايما بنصح الناس اللي بلاقيهم عندهم نوع من قسوة القلب، أو نوع من إن هو قاسي شوية أو ناشف شوية، أو عنده برايد مثلا كبرياء، أو عنده عجب أو غرور أو الحاجات دي كلها، اللي أنت محتاج العب مع الأطفال، أو روح اقعد مع ناس مسنين في دار مسنين، او روح زور ناس مرضى في مستشفى، او روح اقعد شويه في القبور. الحاجات دي كلها بتلين القلب بتخلي الواحد يبقى اكثر رحمه واكثر كومباشن واكثر تعاطف واكثر امباثي وهكذا. دي حاجات انا بعملها، او حاجات موجوده اون ديلي بيسز بعملها، بتولد عندي مشاعر ايجابيه، فبقت خلاص بقت في الانكونشس او في العقل الباطن، هي اوتوماتيك بتحصل لوحدها. فهتلاقي ان ده انعكس على جودة الحياة، أو انعكس على جودة الوقت، أو انعكس على جودة اليوم. إن في مقابل النيجاتيفيتيز والسلبيات، لا، في حاجات كتيرة جدا بقت هي الأساس، فبالتالي التاني بقى صوته أو كمه أو وجوده أضعف بكتير. فحضراتكم محتاجين تعملوا موديل زي ده ليك. بعد ما أنا سكنت العشرة ولقيت إن في ثلاث حاجات ممارسات معينة بعملها، فلا أختار أكتر ثلاثة أو أكتر أربعة موجودين وبيفعلوا إيه.
تعالى كده نشوف الشات بيقول ايه. ماشي. انا لسه داخل السيشن. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه بسمه. ضروري الافكار الايجابيه. شكرا يا استاذه ايمان. كل مره، مش بس اول مره. مش عارف بتتكلمي على ايه مره. بس أوكي. الامر مرعب بالنسبه لي، ودايما ما يحدث لي لو سمعت اي حد توفى. اوكي، ربنا يرحم الجميع يا رب. ما نتيجه او خطوره ان شخص يفضل يضحك لخروج حزن جوه؟ محتاج اسمع تفاصيل فيها. مش عارف، بس في ناس بتعمل في حاجه اسمها لافتر مديتيشن، يعني في حاجه اسمها مديتيشن الضحك. فهل حاجه بتتكلمي عن ده، ولا انت حاجه لا واعيه بتعملي كده؟ فاكتبي السؤال ده نوران في الاخر كده، هجاوبك عليه حاضر. الاكتئاب المضحك تقصدي، صح؟ ماشي. بس اوقات بيكون في قسوه نتيجه الخذلان والاستغلال. طبعا. احنا بقى في وسط الحاجات دي كلها محتاج يكون معانا ادوات. النهارده احنا بنتكلم على ادوات، بدل ما انا عقلي وكل الاعداء او الانيمز اللي موجودين، الشيطان والايجو والنفس اللي مش عارف الاماره بالسوء والحاجات الكتيره جدا دي، كلهم بيجتمعوا على ان هم يخلوني في شقاء تام، ويخلوني دول طول الوقت في احكام على نفسي وعلى الاخرين، يخلوني طول الوقت عندي توقعات عاليه، فلما يحصل عكسها فانا ما عنديش تسليم لامر ربنا ولا لقضائه، فيحصل سخط مني وغضب وهكذا. بيخليني ان انا عندي تعلق، فما عنديش قدره على الليتنج جو او على التجاوز او على الكلام ده. فمحتاج ان انا اعرف الحاجات دي كلها اعداء حواليا، فمحتاج ان انا اكون محجماهم او مسكناهم في اماكنهم الطبيعيه. وفي نفس الوقت محتاج يكون معايا ادوات، معايا التولز بتاعتي، معايا التدريبات بتاعتي، معايا الادوات بتاعتي عشان اواجه ده. فده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. لو انت لسه داخله يا نوران، كنا بنتكلم على فكره المثلث بتاع القصه بتبدا ازاي فكره فبتجيب شعور فبتجيب سلوك. فهي لو سلبيه بتخلي الشعور سلبي فالسلوك سلبي، والعكس. لو الفكره ايجابيه بتخليني اشعر بشعور ايجابي فهيولد بيهيفير او سلوك ايجابي. فده القصه ماشيه كده. معرفتي بيها وممارستي بالكاتش تشالنج تشينج، اللي انا بقفش الفكره وببدا اعمل لها تشالنج او اتحداها بفكره تانية عكسها او اثبت عكسها، او ان انا بشوف حل ليها او بستبدلها واشوف هي جايه تنبهني لايه، وطلع الجانب الايجابي في الاخر اتغيرت. فده اوتوماتيكلي هيخلي المثلث يجري كده اهو: فكره ايجابيه، شعور ايجابي، وسلوك ايجابي. طبعا بعض المدارس بتتكلم على ان ممكن الشعور يبدا قبل الفكره، فسواء الشعور اللي بدا الاول او الفكره اللي بدات الاول، المدرستين صح، بس شاهد ان الثلاث خطوات موجودين وبيحصلوا. طيب الجزء ده واضح يا شباب؟ يلا بينا نعمل تدريب لطيف كده. مارتن سيليجمان نفسه بيقول ان العشر مشاعر الايجابيه دول ليهم جوكر، وان انا لو قدرت افعله. هو هو قالها في ال 24 كاركتر سترينثs في الفايا. في اكسرسايز معين كده او تطبيق معين بنستخدم فيه حاجه اسمها ال 24 نقطه قوه. لما بعمل الاختبار ده بيظهر لي ال 24 نقطه قوه. مارتن سليجمان لما قال ان الانسان عنده 24 نقطه قوه، من ضمن ال 24 نقطه قوه في حاجه اسمها الجراتيتيود او الامتنان. فقال ان الامتنان لوحده لما بفعله كفيل ان هو يفعل ال 24 ال 23 نقطه قوه التانيين، وكأنه هو النقطة جوكر لتفعيل ال 24 نقطة. يعني أنا أقدر أفعل كل نقطة من ال 24 الموجودين، ولكن الامتنان لوحده بالفوكس بتاعي والتركيز عليه وممارستي ليه دايما بيخليني أقدر أفعل ال 24 كلهم مع بعض. إحنا بخبرتنا وممارستنا للجلسات مع الناس دايما بنسألهم: يا جماعة المشاعر الإيجابية دي لما إحنا اديناها لكم من أسبوع أو اتنين أو تلاتة وابتديت تفعلها، هل في شعور معين بتدريبك او بتطبيقك ليه كان لاحظت ان هو بيعمل فرق، او تحس ان هو جوكر؟ فكان دايما الاجابه الناس بتقول الامتنان. الامتنان هو واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، ان انت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه وافضاله التي لا تعد ولا تحصى. الامتنان اللي هو من لا يشكر الناس لا يشكر لا حد.
عمل لي حاجة كويسة، حد جاب لي حاجة كويسة، حد عمل لي معروف، حد جبر بخاطري، فمن باب الامتنان إن أنا أقول له شكرا أو أقول له جزاك الله خيرا أو كذا. فعايز حضراتكم بس تاخدوا دقيقة كده ونكتب، يعني خلينا نكتب واحد بس خطاب امتنان لحد في حياتك عايز تقول له شكرا أو أنا ممتن ليك. خلي حاجة تشكر بيها ربنا سبحانه وتعالى، عايز تمتن لربنا على إيه، وشخص تاني عايز تقول له الحاجة دي. ولو بعد السيشن قدرت ان انت مثلا ماما بابا جوزي ابني اختي حد في صديقي عمل لي حاجه قبل كده، فشوف انسب طريقه ممكن تكون بتعجبه، او انسب طريقه هتكون فعلا بتفاجئه وتبهره وتدهشه بيها وتشعره فعلا بشعور ايجابي لما تعمل معاه ده، وروح اعملها. يعني لو تكتبها له وتبعتها له على الواتساب، لو تبعتها له صوره، لو تتكلموا فيديو وتقول له، او تكلميه فيديو وتقولي له، شوف الطريقه المناسبه واعمل ده بيها. هدي حضراتكم بس دقيقه كده، اكتبوا انا ممتن لربنا على، ممتن لربنا على حاجه معينه، وانا ممتن لفلان حد في حياتك، او بشكر فلان على حاجه معينه. اللي حابب يكتب على الشات يا اهلا وسهلا. استاذه بسمه بتقول من فضلك مين قال اللي احنا عندنا 24؟ تقصدي 24 ايه يا فندم؟ 24 نقطه قوه؟ لو تقصدي 24 نقطه قوه، في ابلكيشن معينه كده من ضمن تطبيقات علم النفس الايجابي، آه، اسمها فايا، معناها values in action. ودي اختبار بيتعمل اونلاين، بنقيس بيه نقاط القوة ال 24 اللي موجودين عند الإنسان. مارتن سليجمان قال إن أي حد فينا عنده 24 نقطة قوة يقدر يفعلهم، بس الأول نقدر نعمل الاختبار. فبيظهر لي بالترتيب كده من رقم واحد ل 24. فممكن يبان رقم واحد عندي الحب، رقم اتنين الامتنان، رقم ثلاثة الشجاعة، رقم أربعة كذا. فأول أربعة أو خمسة أو أول عشرة دول باينين جدا إن هم دول نقاط قوة عندي. محتاج من منظور علم النفس الإيجابي إن هو طول الوقت بيركز على الإيجابيات وعلى نقاط القوة. ان بيقول لي انت اكيد عندك نقاط ضعف وعندك نقاط سلبيه، ولكن انا محتاج تركز على نقاط القوه اللي عندك وتشتغل عليها وتعززها وتطور فيها وتستخدمها. ففي المقابل نقاط الضعف مش هيبقى ليها صوت ولا هيبقى ليها حس قوي فهتندثر. ده القصه كلها بتاعت آه، علم النفس الايجابي او نقاط القوه. ضروره الافكار الايجابيه ما نتيجه انهيشن لكل امنيه، كان ربنا نعمة الستر. اوكي، ربنا عليكم يا رب، شكرا على مجهودك معانا، كل النهارده كلها فوائد. ربنا يحفظك يا أستاذة مروة. يمكن ربنا على كل نعم، ربنا علينا كتير، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا يديمها يا مس بارديس. لو امتن ربنا على النعمة مولود في كرمه، ربنا يزيدك يا كوتش ولاء. ماشي، ايه كمان؟ أستاذ سارة عبد الحفيظ، ازيك يا أستاذ سارة؟ الحمد لله، ممتن لله تعالى على كل نعمة وعلى إن دايما بيشارك معيتي. ممتن لأهلي وأولادي وجودهم جنبي، أو ممتن وجودهم، ربنا يحفظهم عليكي. أستاذة دودو كداح، أنا ممتن ربنا إنه بيقف جنبي. تمام، ربنا يحفظكم. مش ممتن جدا لحياة الأكرم متوقعات. ربنا يكرمك يا كوتش ولاء، ده فضل ربنا كله علينا يعني. ممكن اسم الفايا مش مختصر، تكتبها تشات أو تمليها لي معلش. الفايا هي values in action. values in action. صار values in action. ينفع حد يمتن لنفسه إنها صامدة معاه وتقع وتقوم؟ طبعا، ونعمل الامتنان ربنا يحفظك. يعني فكرة إن أنا مش شايفة إن أنا كنت حاجة وبقيت حاجة فأنا ممتن لنفسي. آه، إحنا دايما حتى في علم النفس الإيجابي دايما هو بيعزز فكرة الفضيلة هي الوسط ما بين النقيضين. انا الحاجه اللي عندي بفعلها وبستثمر فيها بطريقه كويسه، ما بفعلهاش بالاكزاجيريشن او بالمبالغه، فبحافظ عليها واشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها وبأدي شكر وحمده وفضله فيها. فمفيش مشكله. انا شايفه ان انا كنت نسخه معينه، النسخه دي كانت بمواصفات معينه، فالنسخه دي استحملت وعدت بحاجات كتيره فبقت كويسه.
فبشكر نفسي القديمه على ان هي وصلتني لهنا. ما فيهاش مشكله طالما الموضوع ما فيهوش، يعني بعض الناس بيبقى دايما عندها حته ان ده نوع من السيلف سنتر او نوع من الغرور او الكبر لا، طالما انا واعيه بيه وهو مش مؤدي لده فما فيهوش مشكله. ده طبيعي جدا يعني. اوكي، بشكر الله عز وجل على النعمة النصف ماشي، ومتمنى ربنا على كل نعمة عليا، ومتمنى أخي أحمد ربنا يحفظه لكم يا رب. نادرة ينفع حد يمتن لنفسه؟ طبعا قلناها. ماشي، ومتمنى لحضرتك الدكتور ياسر على إنك مش متأخر على حد محتاج لحضرتك، شكرا جدا. ربنا يحفظك يا أستاذ بسمة، وحضرتك لأنك كنت سبب في تعديل كثير من الأمور. ماشي. ربنا يحفظك يا أستاذ شيماء. نورهان، إزاي أفرق ما بين الإيجابية وإني أتعلم من الدروس والخذلان؟ لأن أوقات كتير الاستغلال يسبب إحباط. ازاي افرق ما بين الايجابيه واني اتعلم من الدروس والخذلان؟ ماشي، اكتبي السؤال ده يا نوران عشان هحتاج اسمعك فيه. في الاخر خالص هديكي المايك انت ومره اجاوبك عليه ان شاء الله. تمام، قولوا لي كده احساسكوا ايه، نركز كده. احساسك ايه بعد ما كتبت الامتنان ده؟ ده مهم جدا. حاسين بايه بعد ما كتبنا احنا ممتنين لربنا في كذا، وممتنين لاخويا احمد، وممتنين اللي مش عارف لمين، وممتنين لنفسي ان هي كانت كذا وصمدت ووقفت؟ احساسك ايه وانت بتعمل التدريب ده؟ راحه وسعاده، هايل. اوكي، ايه كمان؟ مين تاني؟ شكرا يا استاذ محمد. احساس حلو قوي بالراحه، رضا والسعاده، جميل. شكرا يا مروه، شكرا يا برديس. فخوره بنفسي، ربنا يحفظك يا استاذ نادر. هايل. سعاده ورضا طبعا، جميل. في ناس حلوه كتير في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. كويس جدا. احنا محتاجين لما نروح لحد نقول له ده فهينعكس عليه، فهيبدا يشعر بمشاعر ايجابيه وهيبان عليه، فهو هيشعر بالحاجات اللي انتوا قلتوها، وانا كمان هشعر بالحاجات دي. ربنا سبحانه وتعالى كمان، انا واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. فلو انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى فالشكر على النعمه بيزيدها، وكفران النعمه او عدم الشكر عليها فبينقصها، فبيخلي في وفره في حياتي وفي خير وفي فضل. فنبدا نفعل ده لما يكون يوميا كده، نخلي فيه وقت معين كده نشكر ربنا سبحانه وتعالى على حاجه، على نعمه معينه او على نعم معينه في حياتنا. لما حد يكون عمل لنا جميل او عمل لنا حاجه ما نتكسفش ولا نفكر ان ده ضعف، ولا نفكر ان دي الناس هتشوفنا مش عارف ايه. خلي الحاجات دي على جنب شويه، لان هي لا بتقدم ولا بتاخر. اشكر الشخص او اشكري اللي عمل لك كده. امتني لوالدك، امتني لوالدتك. فاحنا كلنا مؤقتين في حياة بعض، فخلي الموضوع كده ايه. انا ممتنه ليك يا بابا ان انت عملت لي، انا ممتنه ليك يا ماما ان انت عملت لي، شكرا يا اخويا ان انت وقفت جنبي في الحته الفلانيه، شكرا للمنتور بتاعي ان انت عملت لي، شكرا مش عارف لجوزي ان انت طول الوقت بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وفي عز مش عارف ايه بيحصل، شكرا لاولادي ان انتوا طول الوقت متنرفزه ومتعصبه ومبهدلاكوا معايا بس بتصبروا عليا. فخلينا نفعل ده ونشوف نتيجته في حياتنا ايه. بس مشاعر ايجابيه ورضا من الله عز وجل، ربنا يديمها عليك يا استاذ باسم. اوكي، ده كان حرف البي، البوزيتيف ايموشنز او المشاعر الايجابيه. وخدنا في طبعا في كلام كتير جدا يتقال، بس ده يعني كده ملخص قصه المشاعر الايجابيه، بس في حاجات كتيره يعني. فحرف الاي او الحرف الثاني الانجيجمنت، فكره اللي انا بندمج في الحاجه وبعملها، وانا الوقت مش حاسس بيه، الوقت بيجري بسرعه وانا بعمل الحاجه دي. ففكره الانجيجمنت او الفلو هم قريبين قوي من بعض او تقريبا نفس المعنى. فانا لما ابتديت ادرس علم النفس الايجابي من شويه صممت النموذج بتاع فلو ده، كلمه فلو نفسها اخدتها فعملت. فبقول لنفسي وبفكر نفسي ان انا وانا بعمل اي حاجه، وانا بعمل المحاضره مع حضراتكم، بقول لنفسي خليك فولي انجيجد. فولي انجيجد يعني كلك موجود. يعني ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فدايما وانت بتعمل اي حاجه، بتشتغل في الوظيفه بتاعتك، بتعمل محاضره، بتجهز كورس، بتذاكر لاولادك، مش عارف تعمل اي حاجه من الحاجات دي، اي حاجه بتعملها خليك فيها فولي انجيجد. خليك مركز فيها، خليك مشغول جدا بالحاجه دي بس.
حط كل تركيزك فيها، وحط كل جهدك فيها، وحط كل طاقتك فيها، من باب إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكمان العلم بيقول لنا إن ده لما بتعمله بالطريقة دي، أو بتعمله وأنت مندمج بتركيز، فده بيشعرك بسعادة، وبيخليك أكثر إنتاجا وأكثر إنجازا. فده في الآخر خالص هيوصلني للويل بينج أو العافية النفسية. حرف ال live the moment here and now، ان انت وانت بتعمل الحاجه، انا موجود دلوقتي في المحاضره، فانا مش محتاج افكر في حاجات كتيره من اللي حصلت امبارح واول امبارح والشهر اللي فات والسنه اللي قبلها، ولا محتاج ابقى خايف من حاجات هتحصل بكره او بعد بكره او بعد شهر او بعد سنه. انا موجود هنا دلوقتي، انا am here and now، انا هنا والان، لا حزين على حاجه فاتت ولا خايف من حاجه هتيجي وقلقان، لان خلاص دي كانت امكانياتي، وده كان وعيي، وده كان اللي حصل. فلو رجع بيا الزمن، لا، هو ده كان مقدر ومكتوب، وهو ده كان انسب حاجه في الوقت ده. ولا قلقان من اللي جاي، لان انا عارف ان الرزق والاجل دول مكتوبين ومضمونين، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي ضمنهم لي. فلا خايف من بكره ولا حزنان من امبارح، انا مركز في دلوقتي. هي اللحظه دي اللي انا املكها دلوقتي، انا لا املك اللي جايه ولا اقدر ارجع اللي فاتت. فانا ام هير ناو، فحاطط مندمج وحاضر في اللحظه الحاليه. والاو وانا بعمل الحاجه دي او بعمل المهمه دي، انا قاعد بذاكر لاولادي، انا نازل الشغل، انا بعمل محاضره، ده جزء من الميشن بتاعتي، الميشن اللي هي رسالتي في الحياه، او المعنى بتاعي في الحياه، او الاثر اللي انا هتركه في الحياه. فهو كأن ان انا لو ما عملتش الحاجه دي كويس وما ركزتش فيها كويس، فكأن ده بيسحب من المعنى بتاعه، بيسحب من الاثر بتاعه، بيسحب من الرساله الكبيره بتاعتي. فانا بعمل الحاجه دي بباشن، بشغف وبحب، وحابب ان انا اعملها، وهي جزء من الرساله بتاعتي. وانا بعمل ده هيبقى في حاجات كتير جدا حواليا، اولويات وترتيبات، محتاج بس ان انا احط كل حاجه في مكانها. فمن ضمن القوانين اللي موجوده قانون ال 80-20 برنسبل، ده عمله عالم اسمه باريتو، عالم اقتصاد ايطالي. الراجل ده كان بيعمل تحليلات وابحاث واحصائيات، فلقى ان الناس في ايطاليا، الثروات اللي في ايطاليا او الممتلكات اللي في ايطاليا، 80% من الممتلكات بيمتلكها 20% من الشعب الايطالي. فاستغرب جدا، بدأ يدخل في الشركات والكوربريتس والحاجات دي، لقى ان ال 80% من الاهداف بتاعت المنظمه او من الشركات او من التارجت المحطوط، 20% من الموظفين هم اللي بيحققوه. بدأ يدخل في مجال الملابس والدواليب بتاعتنا. لو انا فتحت دولابي الاقي فيه كميه هدوم كتيره جدا، بس 80% من الوقت انا بلبس 20% من الهدوم دي بس. يعني انا لو عندي 10 قمصان، 80% من الوقت بلبس اتنين منهم بس. ولو ركزنا في الموضوع ده هنلاقيه حقيقي. عندي على الموبايل، في مجال الاتصالات دخل في كل حاجة، على الموبايل عندي 100 رقم، فقال إن 80% من الوقت بتصل ب 20% من الأرقام. فهتلاقي فعلا إن أنا لو عندي 100 رقم أو عندي مثلا 10 أرقام، هلاقي إن أنا بكلم رقمين منهم بس 80% من الوقت اللي أنا بعمل بيه اتصالات. فبدأ القانون ده يستخدم في حاجات كتير جدا ومجالات كتير جدا. فحضرتك لما يكون عندك أولوية أو حاجة معينة، تبذل فيها 20% من الوقت عشان تطلع لك 80% من النتائج. فده هيجي ازاي؟ هيجي بترتيب اولوياتي عامله ايه. مش انا عارف ان انا اهم حاجه عندي في حياتي دلوقتي تربيه الولاد، بس انا ساحل نفسي في حاجات تانية. عارف ان انا اهم حاجه عندي دلوقتي الماجستير اللي بعملها او الدكتوراه اللي انا بعملها، بس حوالين الماجستير والدكتوراه في 15 او 20 ملف مفتوحين، ومفيش حاجه بتقضى. فلما احط ايفورت معين في الحاجتين المهمين، اكتر حاجتين مهمين اصلا،
هيبدأ يطلع لي 80% من النتائج، والباقي هيتوزع على الحاجات التانية بمجهود ووقت وطاقة أقل، وكده كده هتتنجز، وهو أصلا مش مهم إنها تتنجز دلوقتي، أو ممكن أعمل لها تفويض لحد. فبدأ القانون ده يستخدم في حاجات كتير. فعشان أوصل لحالة من الاندماج وحالة من إن أنا مندمج في الحاجة وبعملها ومسترسل فيها وحاسس بفلو فيها، خليني مركز فيها قوي، فولي انجيجد، ما ركزت في حاجة لها علاقة بالماضي ولا لها حاجة لها علاقة بالمستقبل. اكون اربط الحاجه دي بالرساله بتاعتي او بمهمتي او سبب وجودي في الحياه، وان انا وانا بكون بشتغل ما اشتغلش يعني خلي الموضوع كله عضلي، لا شغل، خلي دماغي هي اللي تقودني، او ذهنيا هو اللي دماغي هي اللي تشغل جسمي. فاكون بفعل القانون بتاع ال 80 20 او 80 20. ده كان الجزء بتاع الانجيجمنت، اتمنى يكون واضح. بعد كده البي البوزيتيف ريليشنز او البوزيتيف ريليشن شيبس. مارتن سليجمان وباربرا فريدريكسون والناس كلها اللي بتتكلم على علم النفس الإيجابي شايفين إن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، وإن هو لازم هيحصل عنده علاقات اجتماعية، ويبقى في حاجات هو بيعملها. بدأوا يعملوا دراسات كتيرة ويصرفوا كتير فمن بعد 1998 في المنطقة بتاعت علم النفس الإيجابي. فشافوا إن الناس اللي بيكون عندها علاقات صحية في حياتها، ده بيزود مستوى صحتهم النفسية. وكمان الأعمار بإيد ربنا سبحانه وتعالى، من ضمن الدراسات والحاجات اللي عملوها إن لقى الناس بيعيشوا عمر أطول. برضو دخل في فكرة العلاقات الصحية، الفكرة بتاعت اللي احنا بنقولها جبر الخواطر، إن أنا بساعد حد، إن أنا موجود لحاجة معينة في المجتمع، بساعد ناس، بساعد في حاجات بقى زي الحاجات دار المسنين والحضانات الحاجات اللي فيها اجتماعيات، وبشارك حد في حاجة أو بساعد حد يعمل حاجة. فالحاجات دي كلها بتعزز من الصحة النفسية، وتعزز من سعادة الشخص، وتخليه أكثر قدرة على الإنتاج والإنجاز، وإن هو يعيش حياة أطول. ده بالنسبة للعلاقات الإيجابية. كنا اتكلمنا غالبا في المحاضرة اللي فاتت بتاعت إزاي تعمل نفسك ريستارت، لما جينا قلنا stay positive و surround yourself with positive people، خليك إيجابي وخلي حواليك ناس إيجابية. ساعتها قلنا إن أنت متوسط الخمس أشخاص اللي حواليهم، فلو أنت وسط خمسة او انتوا خمسه انت وسطهم، لو هم ناجحين فانت ناجح زيهم، لو هم فاشلين فانت فاشل زيهم، لو هم ايجابيين فانت ايجابي زيهم، لو هم سلبيين فانت سلبي زيهم. وفكره الميرور نيورونز، فكره الخلايا المرئتيه اللي الدراسات اكتشفتها، ان احنا بنتاثر وبنلقط حاجات الخلايا المرئتيه كل ما عددها بيزيد عندي، فانا ببدا القط من اللي قدامي، القط منه افكاره وسلوكياته ومشاعره، سواء واعي او غير واعي بده. وده بيبان طبعا في تربيتنا لاولادنا، اللي احنا بنلاقي حد طالع شبه ابوه بالظبط او طالع شبهي بالظبط، ده عصبي زي مش عارف مين، وهكذا. فدي فكره البوزيتيف ريليشن شيبس، مهمه جدا. وجودها وتفعيلها في حياتنا بيساعدنا ان احنا نزود من القصه او من توجهنا او من طريقنا في اتجاه الويل بينج او العافيه النفسيه. رقم أربعة المينينج. تاني المينينج، المعنى، فكرة المعنى، وإن هو بيجنبني الوقوع في ثلاث حاجات مهمة جدا: إن أنا ما تنخفضش صحتي النفسية، إن أنا ما أدخلش في قصة الفراغ الوجودي أو الإكزيستنشال أمبتنس، وأبدأ أسأل أنا موجود هنا ليه وأنا بعمل إيه، فده يوديني لاكتئاب، والاكتئاب ممكن بعد الشر يوديني للانتحار أو يوديني لفكرة الإلحاد والحاجات اللي إحنا بنشوفها. وإن أصلا ربنا سبحانه وتعالى النقطة الثالثة فكرة الكوهيرنس والأسنس، إن دي ده اتساقا مع الفطرة، إن أنا موجود في الحياة لسبب ومعنى وغاية. فعدم اتساقي او سيري في الاتجاه ده، ده بيقلل عندي او بيخليني ماشي عكس الاتجاه. فبلاقيني طول الوقت حاسس ان انا ماشي غلط، حاسس بخناقه داخليه، حاسس ان انا غير متوازن، حاسس ان انا الناس كتير جدا من الناس اللي حاولت تنتحر او دخلت في اكتئابات او حاجه، بيلاقي مثلا لو واحد اسمه ياسر فيقول لي انا كنت بحاول اريح ياسر، او واحد اسمه احمد انا كنت بحاول اريح احمد.
وكأنه بيتكلم عن حد تاني، وكأن في اتنين جواه، حد بيقول له ريح نفسك انتحر، حد تاني بيقول لا خليك ما ينفعش، فصوت بيقول لا ده حرام وده غلط وما ينفعش وازاي تنهي حياتك كده، وحد تاني بيقول لا ريحه ريحه من اللي هو عايشه او كده. فعدم وجود مينينج او معنى او رساله واضحه، طبعا الكلام ده منتشر جدا في الغرب، سواء هم بيقولوا او ما بيقولوش، ولكن موجود والدراسات بتثبته. عندنا في المجتمعات في مصر او في المجتمعات بتاع الميدل ايست، الشرق الاوسط، دايما الام آه انا بضحي عشان ولادي، الاب انا بشتغل شغلانتين او ثلاثه في اليوم عشان اوفر لهم فلوس عشان يبقوا حاجه. المعنى اللي هم بيتكلموا عنه ده بيخليه يستحمل ويتحمل وان كان الظاهر ان ده ممكن يكون بيتكلم بسخط او بيتكلم بطريقه معينه وباين عليه الانهاك والكلام ده كله، ولكن ده جزء. الحاجات والتحديات دي هي اللي بتبني الريزيلينس وبتبني المناعه النفسيه. ده بيخلينا اكثر مرونه واكثر قدره على التحمل واكثر قدره ان احنا عندنا لياقه نفسيه لما بنقع. هو جهاز المناعه النفسي بتاعنا بيتبني كده بالتحديات والابتلاءات والحاجات دي. وان ما كناش فاهمين ده، بس هي دي الطريقه ودي انسب طريقه في بناء البي اي اس او السايكولوجيكال اميونيتي سيستم، اللي هو بناء الجهاز المناعي النفسي. فوجود المعنى بيخليني اتجنب الوقوع في حته السلف ماستر او الصحه النفسيه، ان انا تنخفض عندي او اكون اقل صحه نفسيه، فبالتالي هينعكس على صحتي الجسديه. اتجنب في ان انا ادخل في قصه الفراغ الوجودي وان انا اكون غير متسق مع فطرتي. اوكي. لو انا عايز اعمل معنى لاي حاجه، تعالى كده نعمل مثلا، ده تكنيك او طريقه بنعملها مثلا لما يكون حد جاي يقول انا ماليش معنى في الحياه، كل حاجه انا بعملها ملهاش اي 60 لازمه وما اعرفش انا عايش ليه. طيب انت مثلا تشتغل ليه؟ بشتغل عشان اجيب فلوس، فانا ده اول سؤال بتاع واي. يعني اي حد عنده تحدي معين او حاجه عايز يحط لها معنى يقدر يعمل التكنيك ده. فاعمل دايره كده في الورقه عندك واكتب في النص الوات اللي هي الحاجه. مثلا انت ليه دلوقتي بتحضري المحاضره؟ بحضر المحاضره عشان اثقف نفسي. اوكي، ليه بتثقفي نفسك؟ عشان ارفع وعي الذاتي. ليه بترفعي وعيك الذاتي؟ عشان عايزة أتعامل مع ولادي كويس. ليه عايزة تتعاملي مع ولادك كويس؟ عشان يدخلوا كليات كويسة ويبقوا ناس كويسين في المجتمع. ليه بتعملي ده معاهم وعايزين يبقوا ناس كويسين في المجتمع؟ عشان بعد عمر طويل لما توفى يكونوا ولاد صالحين ويعملوا لي حج وعمرة ويكون عندهم علم ومش عارف إيه، وده يكون أثر ليا في حياتي. بداية ما قلنا كان أنت ليه بتحضري المحاضرة؟ على نفس المنوال أو على نفس الطريقة. حضرتك ليه بتنزل الشغل؟ يعني كان مرة عملت مع حد من المديرين اللي بينزل الشغل وعنده بيرن اوت وعنده اختراق نفسي وعنده مشاكل مع مديره وعنده. حاجة بتنزل الشغل ليه؟ بنزل عشان اجيب فلوس. بتجيب فلوس ليه؟ عشان اكل العيال. طب انت عايز تاكل العيال ليه؟ اكل العيال عشان لازم اكلهم واصرف عليهم. ايوه، ليه لازم تاكلهم وتصرف عليهم؟ عشان يدخلوا كليات كويسة. ليه عايزهم يدخلوا كليات كويسة؟ عشان يبقى دكتور او مهندس او طبيب او مش عارف ايه او ويفيد الناس وينفع المجتمع. طب انت ليه عايزهم يبقوا كده؟ ما هي دي رسالتي في الحياه. طب حاجه دلوقتي اخبار الشغل معاك ايه؟ لا هنزل الشغل. طب والمدير؟ لا مدير ايه بقى، هو يعمل اللي هو عايزه. انا ده الموضوع طلع كبير. فشوف اي حاجه في حياتك ممكن تكون تحدي او حاجه مغلباك او كذا، وابدا اسال نفسك الفايف وايز دول وطلع المعنى بتاعها. هتلاقي ان الموضوع او منظورك للحاجه اختلفت. فده هينعكس ان انت ممكن تستحملها او تتجاوزها او تلاقي استراتيجيه معينه تتعامل معاها او تتكيف معاها. اوكي. طيب، اتمنى تكون الجزء ده واضح. الجزء الاخير بتاع الاتشيفمنتس، فكره الانجازات. لو بنعملها بطريقه معينه كده، لو حضراتكم بس قدامكم ورقه، تعالوا كده نكتب بس ايه شويه انجازات في حياتنا. ومش معنى الانجازات ان انت لازم يكون عندك شهاده من جامعة كامبريدج أو معاك شهادة مش عارف من إيه. مش شرط. في مقولة كده بتقول simplicity is the ultimate sophistication.
فكرة البساطة. أنا عشان أبقى شخص معقد سهل جدا، ممكن أمثلها أو أشوف حد معقد وبيعملها إزاي وأبدأ أعقد وأعمل وأكون زيه بالظبط. بس فكرة إن أنا أكون شخص سيمبل بسيط دي أصعب حاجة. فالمقولة كل simplicity is the ultimate sophistication، اللي هي البساطة أشد التعقيدات. كلنا سهل إن إحنا نبقى معقدين، ولكن صعب جدا إن إحنا كلنا أو معظمنا يبقى ناس بسيطة. فكون إن أنا أسعى للبساطة والحاجات دي كلها، دي قصة كبيرة مش أي حد يقدر يوصل لها أو حد يعملها. فالشاهد هنا إن أنت على ورقة، أو حضرتك على ورقة، واكتب بعض إنجازاتك، ذكر نفسك بيهم. وجود أهداف في حياتي. الهدف ده، أنا هدخل بنتي دلوقتي هي في ثالثة إعدادي، فهتبقى إن شاء الله تدخل ثانوية عامة. المرحلة اللي بعدها بنتي في ثانوية عامة، فهتدخل كلية تجارة أو هندسة أو طب أو صيدلة أو إعلام أو مش عارف إيه. فحضرتك ده إنجاز. حضرتك لما اتجوزتي وأنت سنك صغير ده كان إنجاز. لما جوزك توفى عنك أو طلقك وأنت كملت حياتك مع ولادك ده إنجاز. حضرتك لما ربيتي ولادك على الأخلاق والحاجات الكتيرة جدا 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 اللي أنت عملتيها والتعب ده إنجاز. لما ساعدتي صاحبتك اللي كانت بتتجوز وما كانش معاها المبلغ اللي قد كده هو عشان تكمل جوازها ده إنجاز. لما وقفت جنب مامتك وهي كان مش عارف بيحصل لها إيه وأهلها كانوا مش عارف بيعملوا معاها إيه في الورث، ده إنجاز. أبسط الحاجات، لما اتعلمت الطبخ وأنت صغيرة ده كان إنجاز. لما باباكي سابكوا في سن صغيرة وسافر وأنت كنت بتاخدي بالك من إخواتك وتطبخي لهم وترعاهم، ده إنجاز. لما مامتك كانت تعبانه وكنت انت بتديها الحقنه الساعه 12 بالليل، ده كان انجاز. الحاجات البسيطه، لان في ناس اتحطت في نفس المواقف دي وما كانتش بتقدر تعمل ده وما كانتش بتعرف تتصرف. لما كنت في ثانويه عامه وجبت مجموع 80%، ده بالنسبه لناس تانية جابت 40 و50 وسقطت، ده انجاز. فاكتبي الحاجات دي في ورقه، واكتب الحاجات دي في ورقه وفكر نفسك بيها. وهنا ما بنزودش الايجو ولا بنعزز الايجو، بس احنا بندي نفسنا مساحة ان احنا نشعر بمشاعر ايجابية، وبنقول لنفسنا ان احنا عندنا حاجات عملناها في ظل الزحمة والظروف والكلام ده كله. لا، احنا عندنا حاجات كويسة وعندنا نعم كتيرة وعندنا انجازات كتيرة. فده بيخليني ثقتي في نفسي بتزيد، تقديري لذاتي بيزيد. وبالتالي آه، الجزء بتاع الاتشيفمنتس اللي هو الحرف الخامس بتاع البيرما، ده بيسمع في الويل بينج، في عافيتي النفسية. فده هينعكس على جودة حياتي وعلى رفاهيتي النفسية وعلى الجو العام في الحياة. النموذج ده تم التعديل عليه، ناس ضافت عليه حرف الاتش او الاتش، بقت الهيلث بيتكلموا عن الصحة. او الفي بقى اسمه بيرماف. فالفي كان اختصار لفيتاليتي او فكرة الحيوية والنشاط والصحة والحاجات دي كلها. بس هو النموذج الأساسي البيرما هو ده اللي احنا شرحناه. أتمنى إن هو كان يكون واضح وبسيط، ويكون بيساعدنا فعلا إن احنا نفعل الحاجات دي في حياتنا، فنقدر نعيشها بحسب بيرما زي ما العنوان بتاع المحاضرة كان بيقول. فضلا يذكر الله الحمد لله، ربنا يزيد يا أستاذة شيماء. أوكي، دي كانت الكونتنت بتاعنا النهاردة أو محاضرتنا النهاردة. لو في أي أسئلة تحت أمركم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم وتفاعلكم، والشيرنجز بتاعتكم كلها كانت مفيدة وأضافت للسيشن. هبقى معاكم بس كده ناخد 5 دقايق كده بس، ناخد أسئلة من حضراتكم ونستأذنكم إن شاء الله. كان في سؤال عند مروة وسؤال عند نوران، مين اللي جاهز؟ مروة ونوران. مروة اتفضلي. اتفضلي مروة، فتحت لك. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يكرمك، أهلا وسهلا. هو انا كنت بسأل على السؤال اللي هو لما حضرتك اديت مثال على الكلب بس ما كملتوش، يعني فدار في بالي ان هو لو فعلا حدث سيء قابل للحدوث زي ان الكلب هيعضك او كده، ازاي اقدر اواجه فكرة زي دي
واحول مشاعري الايجابيه، هو ده فعلا ممكن يحصل. هو بص، هو الموقف بتاع الكلب ده، انا ده حدث حصل خلاص، مش هو مش فكره، دي حقيقه دلوقتي قدامي. امم. الفكره دي هتجيلي في بالي، انا لو نمت النور هيقطع، انا لو مش عارف حصل ايه وانا بطبخ فجوزي ما هيجي متاخر فيجي يعكنن عليا، لو دخلت المحاضره مش عارف ايه فممكن ما الحقش. فدي حاجه. اما موقف الكلب دي حاجه حصلت. اللي بيحصل هنا بيحصل حاجه من ثلاثه. بيحصل حاجه اسمها فايت او فلايت او فريز. فايت، انا ههجم على الكلب او هخوفه او هضربه باي حاجه. اوكي. فلايت، امم. ههرب هجري. فريز، هتجمد وهسيب له نفسي. تحصل حاجه من ثلاثه. الحاجه من الثلاثه يتحكم فيها انا بابا وماما اصلا لما ببقى ماشيه معاهم بيتعاملوا مع الحاجات دي ازاي، او طريقه تعاملهم ازاي، او طريقه كلامهم عن الحاجات دي ازاي. فهيبقى مباشر ليه علاقه بيهم، هم علموني التعامل مع ده ازاي. او في موقف معين وانا صغيره وانا ماشيه معاهم، ماما اول ما شافت الكلب فطلعت تجري فانا هجري زيها. مسكت طوبه ومش عارف ايه، او قالت ما تخافيش يا مروه امشي معايا، ده احنا اصلا في عينهم بنبقى كبار قوي. فكل ده هيحصل. ردة فعلك الفايت فلايت فريز هتبقى حاجه من الثلاثه دول، بناء على انا شفت اهلي بيعملوا ايه، او البرمجه اللي في دماغي نزلت عن الموضوع ده، اتعامل معاه ازاي. امم. قيسك على كده بقى اي حاجه بتحصل في حياتك، اي حاجه بتحصل في حياتي من ضمن الافكار يعني احنا عندنا ثلاث عقول موجودين في دماغنا. الثلاث اجزاء دول كل واحد مسؤول عن حاجه معينه. ففي عقل مسؤول عن اللوجيك، عن المينتال، اللي هو بيسموه النيوروتوكس او النيو كورتكس. النيو كورتكس ده الجزء اللي موجود في مخي مسؤول عن المنطق، اللي بيمنطق الحاجه. وفي جزء تاني اسمه الايموشنال برين، ده المسؤول عن المشاعر. وفي جزء ثالث ده بيسموه الريبتيليان برين او البدائي، ده مسؤول عن الامان والاكل والشرب والحاجات الاساسيه. اللي المفروض اللي هيشتغل هنا الايموشنال برين اللي هيشتغل هنا، عشان انا شفت حاجه فخفت، شفت الكلب فخفت، هيشتغل الايموشنال برين. الايموشنال برين في حاجه جواه اسمها اللوزه الدماغيه. اللوزه دي بتعمل حاجه اسمها هاي جاك. هاي جاك هي بقى مع الهاي جاك دي بتخليني اعمل يا فايت يا فلايت يا فريز. في لحظه بتقول لي اضربيه بسرعه، اتصرفي بسرعه. بنشوف واحنا في الحاجات اللي بتيجي لها علاقة بالحيوانات والحاجات الطبيعية، بنشوف إن مثلا أسد بيجري ورا حاجة، أو حد مستخبي الفريسة معينة وبقاله شوية وشايفها، وأول ما بيجي يهجم هنا في اللحظة دي الإيموشنال مان أو اللوزة الدماغية بتعمل الهاي جاك. فبتفرز في لحظة بتخليها الفريسة دي اللي هي كانت هتتاكل بتجري وتدافع عن نفسها. فاحنا برضو بنبقى ماشيين مثلا في الشارع وفي عربية تخبطنا فنلاقي نفسنا جرينا، او شلنا الطفل ورميناه، او زقينا او نطينا مش عارف عملنا ايه. فربنا سبحانه وتعالى اوجد اللوزة الدماغية دي في الايموشنال برين عشان المهمة دي مهمتها. فبتتعامل بالسرعة دي. جاوبت كده؟ ايوه ماشي يا دكتور. طب ممكن بس معلش اسفه في الميننج الثلاث محاور، حصل دوشه عندي ما سمعتش المعاني، ممكن بس ترجمتهم؟ اسمعيهم في المراجعة. مش شكرا. يعني انا ترجمتهم قلتهم في المراجعه. احنا بيجنبونا ان احنا يحصل لنا اتساقي مع الفطره. اصلا انا متسق مع الفطره طول ما انا عندي معنى. لما يكونش في معنى انا كده غير متسق مع الفطره. ما يحصلش عندي existential emptiness، ما يكونش عندي فراغ وجودي. وكمان بيجنبني ان انا انخفض في صحتي النفسيه. هتلاقينا شرحنا بالتفصيل في المراجعه بتاعت المحاضره ان شاء الله. مش شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. استاذه نوران موجوده؟ استاذه نوران؟ لا، نوران مش موجوده. طيب في حد عند حضرتك عنده اي اسئله بس يعمل ريز هاند ناخد سؤال تاني ونستأذن من حضرتك. في حد عنده اسئله؟ اوكي، شكرا جزيلا ليكم. كنت مبسوط ان انا معاكم، اتمنى يكون المحاضره مفيده. ربنا يحفظكم ونشوفكم ان شاء الله في لقاءات قادمه.